عمرك حبيت حد ولقيت نفسك محبوس ومش عارف تعيش من غيره؟ كأنك جوه صندوق اسود ضلمة ودنيتك مش بتنور إلا بوجوده. انت كده وقعت جوه فخ كبير، فخ صندوق سكينر. وده يا عزيزي تجربة مشهورة جدا عملها العالم الأمريكي فريدريك سكينر عشان يفهم تأثير المكافأة والعقاب على السلوك. وكانت باختصار إنه حط حيوان جوه صندوق فيه زرار، كل مرة يضغط عليه بياخد أكل كمكافأة أو صعقة كهربية كعقاب. الغريب إنه برغم العقاب الحيوان ما بطلش يضغط على الزرار. بعد شوية المكافآت بقت تيجي بشكل عشوائي، أحيانا كمية قليلة وأحيانا كميات كبيرة جدا. وبرغم ده كله الحيوان استمر يضغط على الزرار مستني اللحظة اللي يحصل فيها على المكافأة. نفس الفكرة دي اتطبقت على البشر عن طريق طاولات القمار، ولقوا إننا كمان بنكرر نفس السلوك العجيب حتى لو الألم أكبر من المكافأة. التفسير العلمي هنا بيقول إن مع وجود المكافأة بيخلي الدماغ يفرز الدوبامين، وبعد فترة المخ بيربط الفعل بالشعور الحلو اللي بنحسه، وعشان كده العقل بيكرر نفس الشيء مستني نفس النتيجة. وده اللي بيحصل لما تقع في فخ العلاقات السامة. مرة يهتم بيك، بعدين يختفي، يرجع يهتم بيك أكتر، بعدين يحسسك إنك ولا أي حاجة، كأنك لعبة ماريونت بيحرك خيوطها وقت ما يحب. وده كله عشان يعرف يسيطر عليك وتعمل أي حاجة عشان يفضل موجود. التصرفات دي بتخليك مرعوب إنك تتساب وخايف تبقى لوحدك، ولو حسيت للحظة إن اللي معاك هيمشي هتمر بحالة هستيرية من أسوأ أنواع المشاعر اللي ممكن تحسها، صدمة وألم ووجع رهيب كأنك كنت مدمن ظهر عليه أعراض انسحاب. وعلى فكرة ده ممكن تحسه ناحية أهلك أو أصحابك أو أطفالك أو أي حد في حياتك، لدرجة إنك ممكن تحسه ناحية حاجة مادية زي كتاب معين أو موبايل أو حتى المج بتاعك، بس انت مديها حجم أكبر من حجمها. وللأسف بتكون طول الوقت عايش حالة توتر وهلع من فقدان الحاجة اللي متعلق بيها، لدرجة إنك ممكن تتخيل سيناريوهات كاملة جوه دماغك وتحس إنك هتموت من غيرها، لا وكمان هتعيش الشعور كأنه حقيقة. بس السؤال الأهم، ليه انت بالذات اللي وقعت في الفخ ده؟ وليه غيرك بيعرف يكمل عادي ولا كأن حصل حاجة؟ الإجابة في طفولتك. انت مفهومك عن الحب والتعلق في الغالب بيتكون في أول 5 سنين من عمرك، ولو انت اتربيت في بيئة قاسية وتعرضت لمواقف مؤذية من الأب أو الأم اللي هم بالنسبة لنا أول علاقة حقيقية في حياتنا والمفهوم الوحيد للحب الغير مشروط، دماغك بيترجم المعاملة دي إنها حب، ويبدأ يصدق إن أي علاقة فيها حب كبير لازم يبقى فيها وجع أكبر، وساعتها يبدأ عقلك الباطن يدور على نفس الألم. فكر معايا كده، كم مرة حسيت إنك محتاج حب وملقتهوش، أو حضن ومحدش اداهولك، أو حتى إنك تتحب من غير ما تجيب درجات حلوة في المدرسة، أو تنظفي الشقة 5 مرات في اليوم، أو تبقى حتى أشطر من ابن خالك اللي طلع القمر. كل المقارنات دي بتخلق عندك إحساس قوي إنك ما تستاهلش تتحب ولازم تبذل مجهود عشان تستاهل الحب ده. فكبرت وانت بتجري ورا الناس اللي بيدوك اللي ناقص عندك حتى لو كان بالقطارة، يعني بتثبت لنفسك بطريقة غير مباشرة إنك خلاص اتحبيت وإنك تستاهل ومرغوب. ولو في يوم لقيت العلاقة الهادية المثالية اللي بتدور عليها، للأسف هتحس إنها علاقة مملة مفيهاش شغف، مش عشان هي وحشة في الحقيقة، لكن عشان ما فيهاش ألم وانت تعودت إن الحب لازم يوجع. وعشان كده صندوق سكينر مش بيصطاد أي حد، ده بيختار الناس اللي عندهم ماضي أليم عشان يعرف يخليهم جواه أكتر وقت ممكن. الصدمة الحقيقية اللي هقولها لك إن كل ده مسموش حب. أيوة فعلا اللي انت فيه ده ما هو إلا رد فعل نفسي ناتج عن صدمات اتكونت في مراحل مختلفة من حياتك، ورد الفعل ده بيختلف من شخص للتاني،
ومن وقت للتاني، بس نقدر نقول إنك مش هتخرج بره الأربع احتمالات دول. الاحتمال الأول حب النسخة الوهمية، وده نوع من الحب الوهمي، مش بتحب فيه الشخص الحقيقي الموجود قدامك، إنما بتحب نسخة نفسك تكون موجودة، فتبدأ توهم دماغك بالصفات دي وتدور عليها أو على أي دليل يأكد لدماغك إنك صح، وتتجاهل كل الريد فلاجز، التحذيرات اللي بتشوفها. وأول ما تبدأ تفوق، وغالبا ده بيكون بعد فترة من 6 شهور لسنتين، بتتهد قدامك النسخة الوهمية ويحصل لك حاجة اسمها صدمة الواقع، وهنا بتنهار بشكل حقيقي عشان بتحاول بكل الطرق انك تجبر اللي قدامك انه يلبس القناع اللي انت اخترعته في دماغك. بس الحقيقة اللي لازم تواجه نفسك بيها ان الشخص ما تغيرش، هو طول عمره بنفس الشخصية، انت بس اللي لبست النضارة وبدأت تشوف الحقيقة بعينك بشكل اوضح. الاحتمال التاني، انت لابس دور المنقذ، وده في علم النفس اسمه عقدة الفارس الأبيض. عارف الناس اللي فاكرة نفسها هتركب حصان أبيض وتجري تنقذ الأميرة من الأشرار؟ انت هنا بتتقمص دور الفارس، وبتربط قيمتك بمدى قدرتك على إنقاذ الناس اللي حواليك، وده غالبا عشان ملقتش حد ينقذك أو يهتم بيك، فبتقرر تكون انت المنقذ، فتبدأ تدور على حد لابس شخصية الأميرة المسكينة أو الضحية المكتئبة اللي بتعاني في حياتها، وتحاول تنقذها، وتغير كل ده بالحب والاهتمام والمساعدة. بس المفاجأة إنه مع الوقت أنت بتستنزف نفسك، والضحية بتفضل تاكل في طاقتك، أو بتسيبك وتدور على منقذ جديد رغم تمسكك لآخر نفس إنك تنقذ ما يمكن إنقاذه. الاحتمال الثالث، أنت مدمن، بس مش مدمن شرب أو ممنوعات، أنت مدمن مشاعر، حابب التوتر اللي في العلاقة، لأن اللي بيحصل في العلاقات دي مع وجود خلاف كبير الألم النفسي بيبقى صعب جدا، وهنا بيبدأ الجسم يفرز هرمونات التوتر زي هرمون الكورتيزول. بعدها تبدأ لحظة النشوة لما يحصل صلح ووعود واعتذارات ومشاعر جارفة مرة واحدة. هنا الجسم يفرز الدوبامين والأكسيتوسين بكميات كبيرة، ومع تكرار نفس النمط العقل بيفهم إن جرعة الحب الرهيبة من الدوبامين مش هتظهر إلا بعد خناقة مليانة كورتيزول. وللأسف تبدأ تطبق ده على كل العلاقات، حتى لو كانت علاقة هادية ومريحة، هتفتعل مشاكل عشان تدور على جرعة الحب الناقصة. الاحتمال الرابع، تكرار النمط، كأنه مغناطيس جواك بيجذبك دايما لنفس النوع من الأشخاص المؤذية، وده مش عشان انت حابب النوع ده من الشخصيات، لا سمح الله، إنما عقلك الباطن مبرمج إنه يدور على اللي يعرفه. يعني زي ما بنقول كده، اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. فلو كان الحب اللي تربيت عليه مليان وجع، هتدور عليه بشكل غير واعي، إما عشان انت حابب تثبت لنفسك إن الأب اللي محبكش زمان يقدر يحبك دلوقتي من خلال نسخته الجديدة، أو إنك بتحاول تكتب نهاية مختلفة للقصة لأن النهاية مش عاجباك. وللأسف اللي بيحصل هو العكس، وبتفهم متأخر إن نفس الاختيار بيؤدي لنفس النتيجة دايما. وعشان تكسر الدايرة المستمرة من الألم، لازم تقف قصاد مراية تكشف كل الألم اللي جواك. انت اتأذيت ازاي ومين اللي كان السبب؟ تاني حاجة، اكسر ربطة الصدمة. أول ما تلاقي نفسك حسيت مشاعر كبيرة في علاقة جديدة، انت كده غالبا وقعت في حب نسخة وهمية. استنى على نفسك 48 ساعة وفكر كويس قبل أي قرار، واسأل نفسك، هو أنا مرتاح عشان هو كويس معايا فعلا، ولا عشان شبه اللي اتعودت عليه؟ تالت حاجة، اعتزل دور المنقذ. جرب تقول لأ، حط حدود وابعد وبص على الصورة من بعيد، هتعرف مين معاك عشانك ومين معاك عشان ياخد منك مصلحة. رابع حاجة، افهم ان العلاقة السوية ما فيهاش صريخ وانهيار ووجع. ولما تحس انك زهقت ومحتاج لجرعة الدوبامين ضروري، ركز وفكر نفسك ان لما تخلق مشكلة هتاخد جرعتك للحظة، بس هتخسر احسن حد تعرفه طول حياتك. الحب المؤلم ده يا عزيزي حب مشوه، ملوش علاقة بالحب الحقيقي اللي مليان مودة ورحمة وتفاهم.
الحب اللي بيوجع ده نتيجة مفاهيم غلط اتكونت من مصادر مختلفة، سواء مسلسلات أو أفلام أو أغاني أو حتى مدخلاتنا في الطفولة عن الحب. فنصيحة مني، اوعى تمسك في اللي بيأذيك، لأنه لو بيحبك من الأول عمره ما كان هيعرف يوجعك. وكده خلصت حلقتنا. ياريت تكتبولي أي موضوع عاوزين نتكلم فيه. سلام.